بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. وأنا قاعد في وسط حقول طنطا من ريف طنطا. أحييكم الريف اللي زرع فيه أجدادنا أقطان بكميات كبيرة جدا. فتعالوا نشوف مع كتاب رائع اسمه صناعة القطن، نشأة وتطور الصناعات النسيجية. كتاب إصدار 73 المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج. جو صالات التشغيل بتاعة الغزل، هناك 4 شروط مهمة يجب تحقيقها للحصول على الكمية والجودة المطلوبين في الإنتاج، وتتلخص في الآتي: نسبة الرطوبة. أهم حاجة في صالات الغزل الرطوبة. تؤثر الرطوبة تأثيرا مباشرا على شعيرات القطن وعلى العمليات التي تجرى عليه. لذلك ترصد درجات الرطوبة 2 مرات يوميا على الأقل في كل صالة. يعني يبقى في عامل أو موظف متخصص لقياس نسبة الرطوبة في صالات الغزل 2 مرات على الأقل في اليوم، بواسطة جهاز هيجروستات يدوي يتكون من 2 ترمومتر، إحداهما جاف والآخر مبلول. وده جهاز بيدار باليد وهو موجود في الأسواق، بيقيس نسبة الرطوبة في مصانع الغزل. طب درجة الحرارة، تاني حاجة، تقاس وتسجل درجات الحرارة في كل صالة تشغيل بالترمومترات ذولياي. ولدرجة الحرارة تأثير مباشر على الأقطان وعلى الجو وعلى العاملين والموتور بتاع المكن في الصالة. يبقى الرطوبة لازم تقيسها في صالات الغزل. لو انت عايز تعمل مصنع غزل محترم تقيس الرطوبة وتقيس درجة الحرارة. طيب ايه تالت؟ الهبو والزغبار. إن لنقاء جو الصالات أهمية كبرى على صحة العاملين فيها. لذلك تركب أجهزة على الماكينات لشفط الهبو والزغبار المتطاير منها، وأجهزة أخرى مثل القطايف لمنع تطايرها من على الماكينات. ولكن أهم ما يمكن عمله هو تبديل الهواء في الصالة بواسطة أجهزة تكييف الهواء. يعني أهم حاجة في صالة الغزل هي نظام تبادل الهواء. طيب الإضاءة، تحتاج كل عملية إلى درجة إضاءة معينة تحتسب بوحدة لومن، وتقاس بواسطة جهاز كهربائي تتأثر خلاياه بالنور اللي هو فوتو إلكتريك سيل، وتضبط الإضاءة تبعا لنوع العملية والمسافة التي بين العمل والعامل.